السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعي إبراهيم المنيسي في كل مكان. الزمالك بيتورط قانونيا والأهلي بيعاقبه أخلاقيا، وأزمة زيزو والعمولات بتتفجر، وكشف اللهو الخفي في أزمة القمة، ومفاجآت في قائمة الأهلي. نجيب من الآخر. قائمة الأهلي لمباراة الإنبي اللي هتبقى 9:30 مساء الخميس إن شاء الله تعالى في بطولة كأس الرابطة أو كأس عاصمة مصر. كابتن سامي قمصان ولحين وصول مستر مارسيل كولر صباح الخميس ولحاقه بالمباراة، اختار سامي قمصان قائمة الفريق بعد التمرين اللي دخلت المعسكر. فيها مفاجآت كتيرة وجميلة كمان، يعني لأول مرة بعد 300 يوم يظهر علي معلول في قائمة الأهلي رسميا في مباراة. علي معلول بيدعم القائمة اللي فيها 7 ولاد صاعدين واعدين. كان ممكن يبقى العدد أكبر بالنسبة للاعيبة الصغيرة، لكن المميزين في 2008 سافروا مع المنتخب، والمميزين في 2005 سافروا مع منتخب الشباب برضه. فبقت المسألة في العناصر غير الدولية. وطبعا غياب ال6 الدوليين اللي مع المنتخب الأول في المغرب. عشان كده الجهاز خد حمزة علاء وهو المرشح لحراسة مرمى الأهلي في أول مباراة رسمية، ومعاه مصطفى مخلوف ومحمد أبو جريشة ده حارس صاعد أيضا. خد في الدفاع ياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح وحسام عادل ده لاعب صاعد، وزميله الصاعد محمود لبيب، وزميلهم كمان معاذ عطية. معاذ عطية ده على فكرة أخو بلال عطية المهاجم الواعد اللي في فريق 2008 بس موجود مع المنتخب هو الآخر، وعمر كمال عبد الواحد، وعلي معلول ملك الحلول، ويحيى عطية الله أيضا اللي بيدخل القائمة بعد فترة طويلة بعد جراحة الوجه. في نص الملعب في أكرم توفيق وفي عمرو السولية وفي إمام عاشور وأحمد رضا وعمر الساعي ويوسف أسامة وأحمد رضا. وفي الهجوم الاثنين الصاعدين سمير محمد ومحمد زعلوك. قائمة بقول لكم بيغلب عليها العدد الكبير من العناصر الشابة اللي نتمنى انه يثبتوا وجودهم ويكونوا تدعيم كويس للفريق. الزمالك اتعادل مع في الوقت في الثانية الأخيرة، يعني في اللحظة الأخيرة من المباراة قدر ينقذ نفسه من هزيمة قدام الجونة كانت 1-0، وقدر يتعادل في الوقت اللحظات الأخيرة آخر كرة في الماتش بخطأ من حارس المرمى. وشفنا كمان المصري تعادل مع زد أيضا 1-1. القضية طبعا قضية الأهلي والزمالك. قبل ما نروح لها، الأهلي والزمالك في الكرة الطايرة النهاردة، الأهلي كما لو كان بيعاقب الزمالك أخلاقيا. كسبوا 3-0 في مباراة ليها دلالات مختلفة شوية. انتوا عارفين إنه البلاي أوف في نصف نهائي الدوري، الأهلي كسب ماتش 3-1 والزمالك امبارح كسب ماتش 3-1، ولما احتكم الفريقان لمباراة فاصلة فاز فيها الأهلي 3-0 بتفوق كبير جدا، 25-17 و25-21 و25-19. ليه أنا بقول لكم عقاب أخلاقي؟ يا جماعة إحنا كلنا أبناء مجتمع واحد، بتحكمنا ثقافة واحدة وإطار قيمي واحد. إطار القيمة اللي بيحكم الكل واحد. مفيش نادي عنده اوبشن او عنده اختيار يبقى عنده التزام سلوكي او ما عندوش، عنده مبادئ او ما عندوش. وبالتالي لما الاقي لاعب زي محمد مصطفى لعبه في المباراه اللي فاتت للاهلي والزمالك يعمل اشارات بصباعه خادشه لاي حياه يا سيدي، مش لجمهور الاهلي بس، خادشه لاي حياه ولاي قيم ولاي اخلاق. وبرضه انا مش ميال في حته اصل احنا في الشهر الكريم، هو في كل الايام وفي كل الظروف مفترض ان الاخلاق واحده. يعني اذا كان للشهر حرمه كمان تراعى ده شكل اضافي. لكن انا لما الاقي لاعب ياتي بهذه السلوكيات، وكان المنتظر من الساده مسؤولي نادي الزمالك وفيهم ناس كلهم ناس محترمه ان هم اللي يبادروا بعقاب لاعب، يتقال له عيب يا ابني، عيب، في احترام. في ناس قاعده بتتفرج على التلفزيون صباعك هيخرق عينيها من الاشاره البذيئه قوي ديت. عيب. لا، اتحاد اللعبه عاقبه ماديا بغرامه واداله لفت نظر انه لو كررها هيتشطب. نفاجئ انه
الصفحات الرسميه لنادي الزمالك وهي بتقدم المباراه حاطه الصوره الرئيسيه احتفاء بمحمد مصطفى لعبه، حاطينه هو البوستر الرئيسي في الصفحه. طب انتوا بتدللوا سلوك او انتوا فاكرين كده بتغيظوا مين؟ والله ده خصما من رصيد نادي كبير اخلاقيا، ده ما يصحش يكون، وعيب في حق الكابتن حسين لبيب لانه راجل رياضي لا يمكن كان يعمل ديت او يسمع بده المفروض يعني. وكل الناس الافاضل في مجلس الاداره ما اعتقدش ان حد فيكم هيقبل ان الاشاره ديت تخدش حياه اسرته ولا اولاده ولا زوجته ولا اهله. لا يمكن يكون الامر ان احنا بقى عندنا اوبشن ان انت تبقى متأدب او ما تبقاش، يبقى عندك اخلاق او ما تبقاش. لا، ده مش اختيار. فالاحتفاء بصاحب سلوك في هذا التجاوز الكبير هيرتد عليك. ما خلينا فاكرين، وانتم مش فاكرين انه اللاعب اللي فضلوا يحتفوا بيه ويقول لك الحراق والبراق وكل شويه يفرحوا جدا ان هو ياتي بسلوكيات شاذه وغريبه وسلوكيات كانت كتير فيها قدر عالي من السفاهه والحقاره، كانوا بيحتفوا بيها. لما فضل يتساب كده النهارده بيسيء الى مدرب ابن ايضا لنفس النادي، يسب ويتريق عليه ويهينه الى درجه انه يرد الكابتن ايمن يونس ابن نادي الزمالك المحترم ويقول ده اسلوب متدني ينم عن اخلاق واحد وضيع. قسوه كابتن ايمن يونس ورد كتير من الناس كان بسبب ان انتوا فضلتوا تدلل سلوك شاذ، سلوك شوارعجي قوي، وفي الاخر هو بخ فيك يعني. اللي بيربي تعبان بيقرصه. فاخلاقيا دي هزيمه الكره الطايره، ده عقاب على سلوك اخلاقي قبل ما يكون تفوق فني. اتمنى ان الناس تتعلم درس شويه في حته الاخلاق يعني، انا اسف لكنه لا، ده كلام ما يصحش. واحنا بنتكلم في منطقه الزمالك بقى واضح للعيان انه بيراميدز هو الطرف الخفي او اللهو الخفي في ازمه مباراه القمه، وواضح جدا انه بيحرك ويحرض ويزق ويدفع في اتجاه انه الزمالك يستقتل على حقه. واحمد حسام ميدو ممكن تعتبروه المسؤول الاول عن كره القدم في الزمالك، الراجل بيقول لك احنا اتحالفنا مع بيراميدز ولن نسمح باعاده المباراه. برضه ما تفهمش ازاي. من حقنا المنافسه، طبعا من حقك ومن حق الجونه المنافسه ومن حق ال 18 نادي المنافسه. ولو لم نستطع الحصول على اللقب وحصل عليه بيراميدز فلن نترك المركز الثاني. الهدف اقصاء الاهلي وابعاده. فلن نترك المركز الثاني للاهلي وسوف نلعب في دوري الابطال، هو ده الهدف. هذا الجيل يستطيع ان يلاعب الاهلي وماله، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. بس حكام اجانب، لان انتوا اكتر ناس اشتكيتوا او تظاهرتوا بالشكوى من التحكيم المصري. بيقول لك ان احنا اضعنا على الاهلي اهم 3 نقاط، هم ضاعوا بجد؟ انت سبقت حكم المحكمه كمان او حكم اللجنه الاولمبيه؟ قدمنا البيراميدز الدوري على طبق من فضه. لا، اظن ان انتوا اكبر من كده. الزمالك تاريخه 10 15 ضعف تاريخ بيراميدز، فما يصحش الزمالك يلعب لصالح بيراميدز او لصالح حد ويعتقد انه كده حلو قوي يعني. وبيقول الزمالك هو من يستطيع توجيه الدرع هذا الموسم. على فكره لا بطوله ولا فكاكه ولا نصاحه يعني. من حق بيراميدز ان يكون اسمه على درع الدوري. ده حق عالي قوي بقى، ده حق عالي قوي بصراحه، واضح يعني. لانه قام باستثمارات عظيمه في الرياضه المصريه، اللي هي ايه بقى؟ عايز حد يقول لي ايه شكل الاستثمارات اللي قدمها نادي بيراميدز للرياضه المصريه؟ اجر ملعب واشترى لعيبه وجاب لهم مدرب اجنبي. ايه التاني؟ لا في بنيه تحتيه، لا في قواعد ناشئين، لا في عوائد دولاريه بتضخ ولا حاجه خالص. لعيبه بتاخد فلوس من الناس. ايه تاني؟ لما تتكلموا على الاستثمارات العظيمه ما يفعله الاهلي للرياضه المصريه وللمجتمع المصري،
لا، يعدي الكلام ده بكتير قوي قوي، وخلينا نقول